السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة سنة أولى صيدلة جنرال وكلينيكال. إن شاء الله هنشرح مع بعض مقرر أورجانيك كيمستري 1 كيمياء عضوية. إن شاء الله بإذن الله هنشرح في محاضرة النهاردة Introduction to Organic Chemistry. هنتكلم عن شوية حاجات مهمين جدا. هنتكلم عن الاندكتيف والميزوميريك افكت، هنتكلم عن اللي هو الالكتروفيليك والنيوكليوفيليك، هنتكلم عن اللي هو الهيبريدايزيشن اللي هو التهجين، وهنتكلم عن شوية حاجات هنعرفهم بالتفصيل إن شاء الله. بالنسبة للكورس اللي حابب يشترك هيبعت لنا على هيلاقي رسالة نازلة على التليجرام النهاردة ان شاء الله فيها كل التفاصيل، وهسيب لكم لينك قناة التليجرام تحت، وهسيب لكم الرقم اللي هتبعتوا عليه بحيث اللي حابب يستفسر عن اي حاجة بإذن الله. تمام. ان شاء الله هنتكلم بقى عن الكيمياء العضويه. ايه هي بقى الكيمياء العضويه؟ الكيمياء العضويه دي بتكون لنا بدرس المركبات اللي فيها كربون، او اللي هو الكربون بيزد كومباوند، المركبات فيها كربون وحاجه تانية ماسكه فيها. تمام. طب ايه هي بقى الاورجانيك كومباوند؟ المركبات العضويه دي ممكن تكون يا اما عباره عن سلسله مفتوحه او حاجه عامله من حلقه رينج. تمام. الحاجه اللي هي سلسله مفتوحه كده، مثلا كذا مجموعه جنب بعضيها زي مثلا ميثايل وهكذا، ايا كان عامله سلسله مفتوحه دي بنقول عليها اسمها اليفاتيك. تمام. طيب الحاجه اللي عامله رنج كده حلقه، اللي عامله رنج حلقه دي بنقول عليها سايكل. طب السايكل دي ممكن تكون اليفاتيك وممكن تكون اروماتيك. معنى كده الاليفاتيك مش معناها اوبن تشين بس، الاليفاتيك ممكن تكون اوبن تشين وسايكل. طب السايكل او الرنج دي ممكن تكون اليفاتيك واروماتيك. طب انا اميز ازاي ان دي اليفاتيك او اروماتيك؟ الاليفاتيك بتكون عباره عن حلقه بس، او ممكن يكون جواها دبل بوند واحده او اتنين دبل بوند. تمام. طب الاروماتيك بتكون عامله ايه؟ في حاجه اسمها كده هتعرفها قدام اسمها كونجيوجيشن. يعني ايه كونجيوجيشن؟ يعني بين كل واحدة سنجل بوند جارها دبل بوند، وان دي سنجل بوند جارها دبل بوند، هنا بين دي سنجل بوند جارها دبل بوند. يعني ايه؟ كل الروابط فيها سنجل دبل. تمام. يبقى كده الحاجات اللي فيها رينج 3 حاجات، يا اما اليفاتيك يا اما روماتيك يا اما هيتيروسايكليك. طب نخش على الجزئية اللي بعدها. ايه هو بقى اللي هو الهيدروكربون؟ الهيدروكربون من اسمها هيدرو معناها هيدروجين، فيها هيدروجين، كربون معناها كربون، يبقى كده المركبات اللي فيها كربون وهيدروجين. طب ايه ليه انا بدرس او ايه اهمية اللي انا بدرس المركبات العضوية؟ لحاجتين بالنسبة للطبيعة انا بستخدمها في صناعة السكر والفات والدهون والبروتينات. تمام. بتدخل في الحاجات دي اللي هو اي حاجة، يعني الشجر هتلاقيه عبارة عن ايه؟ عبارة عن كربوهيدرات. تمام. والحاجات دي نبقى ندرسها قدام في كذا حاجة بقى، في كذا ايه قسم، كل قسم بيدرس الحاجات اللي هو محتاجها. طيب السنسيتك بيدخل في صناعة الدرج الأدوية والبوليمر والكلر. طيب نخش على الجزئية اللي بعديها. ايه هي بقى؟ حاجة اسمها الفانكشنال جروب. كلمة فانكشنال جروب معناها حاجة بتعبر لي، اسمها مجموعة وظيفية بالعربي. دي بتكون عبارة عن رياكتيف سايت، حاجة مميزة للأورجانيك مولكيول، للجزيء اللي عندي، للمركب اللي عندي. دي بيكون مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الرياكتيفيتي بتاع المولكيول. طب انا بستخدمه فيه؟ بستخدم ان انا ببدأ اصنف المركبات العضوية الفاميلي. يعني ايه العائلات؟ بصنفها مثلا اقول الصنف ده اسمه الكان. طب انا عرفته منين؟ بميزه بيكون في سنجل بوند. تمام. طب المركب ده اسمه الكحول، بميزه ازاي؟ كربونه ماسكه فيها او اتش، يبقى اي مركب فيه كربونه ماسكه فيها او اتش اقول عليه الكحول. تمام. طب كده اي حاجه مكان النقطه دي بتبقى مكانها ايه؟ كربون. تمام. طب الكربوكسيليك اسيد الفانكشنال جروب او المجموعه الوظيفيه، اللي هو انا اول ما اشوف الحاجه دي اقول عليها دي كربوكسيليك اسيد، عباره عن او اتش. تمام. طب السي هي واو هي واو اتش هي، يبقى سي او اتش دي المجموعه الوظيفيه بتاعت من الكربوكسيليك اسيد. طب الالكين بيكون عباره عن دبل بوند، وهكذا نفس الكلام تحتها. هنا الالقين عباره عن تريبل بوند وهنشوفها دلوقتي. طب بالنسبه للايثر ايه المجموعه الوظيفيه بتاعته؟ عباره عن كربونه ماسكه فيها اكسجين ماسكه فيها كربونه. يبقى لما الاقي ذره اكسجين بين ذرتين كربون دي بيكون مجموعه مين؟ ايثر. تمام. طب بالنسبة لمجموعة الأمين عبارة عن NH2 ماسكة في كربون. طب عندك هنا بقى بالنسبة للي هو قلنا الألقين دي بيكون عبارة عن تريبل بوند، والألكين عبارة عن دبل بوند. طب هالو ألكان، كلمة هالو جاية من هالوجين. ايه هي بقى الهالوجينات؟ اللي هي الفلور والكلور والبروم واليود. تمام. سوري. والبروم واليود، اي حاجة من الحاجات دي كلور بروم فلور يود ماسكة في الكربون اسمها هالو ألكان. طب ايه بقى؟ إيه هو الكيتون وايه الالدهيد؟ عشان ده المهمين جدا. بالنسبه للكيتون عباره عن سي دبل بوند او سي كده، وماسكه فيها مين؟ دبل بوند مين؟ او. طب لو زودت عليها اتشايه نقول عليها مين؟ الدهيد. تمام. طب اللي هو الاميد ده بيكون مش امين، لا، عباره عن كيتون مع مين؟ مع امين. يعني ايه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني عباره عن كيتون سي دبل بوند اهو مع امين اهو سي اتش ان اتش 2 اللي هي كانت دي. تمام كده. تمام. طب اخر حاجه معانا اللي هو كان الامينو اسيد.
الامينو اسيد ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن كربوكسيليك اسيد COOH مع مين؟ مع امين. تمام، يعني ظبط دنيتك كده مع بعض. طب ليه انا بقول لك الحاجات دي؟ عشان الحاجات دي ان شاء الله هندرسها بالتفصيل، هندرس محاضره كده سليمه. ايه هو الالكان، ايه الالكين، ايه الالقين، طب ايه هو الايثر، ايه هو الامين، هندرس الالدهيد مع بعضه. هندرس بقى كل حاجة بالتفصيل، ازاي احنا بنحضرها، ازاي بتبقى موجودة في الطبيعة، ايه البروبرتيز الخصائص بتاعتها، ايه التفاعلات اللي ايه اللي بتتفاعل بيها ايه اللي ممكن يتفاعل معاها وهكذا. تمام، ده بقى نفس الكلام اللي هو الفانكشنال جروب بيبدأ يعبر لك عنه، بيعرف لك بقى ايه كل حاجة. نقولها سريعا كده عشان ما ناخدش فيها وقت. الالكان قلنا دي بتكون عبارة عن الفانكشنال جروب بتاعتها، او اللي هو عايز يقول لك ملهاش فانكشنال جروب، اللي هي عبارة عن في سنجل بوند بين كله رابطة سي. طب اللي هو الالكين الفانكشنال جروب بتاعتها دي اللي هو بيكون سي دبل بوند اللي هي دي. تمام، وجايب لك مثال عليها اللي هو الايثيلين. عايزك تعرف الالكان المقطع الاخير اسمه ان، زي دي ايثان. تمام، اللي هو الالكين المقطع الاخير ان ايثيلين. طيب الالقين عباره عن تريبل بوند بين ايه كل كربونه، والمقطع الاخير بتاعها بيكون ايه اخره واي ان، او اللي هو اخره ايه اللي هو الوايلين دي. تمام تمام. وفي حاجات هنعرفها قدام بقى بالنسبه للتسميه. طيب الالقيل هاليد، قالك الالقيل هاليد ده بيكون عبارة عن اللي هو كربونة، زي ما قلنا اللي هو الار دي عايز يقولك مجموعة القيل اللي هي عبارة عن كربونة ماسكة فيها مين؟ ماسكة فيها اتش. طب عايز افرق لك سريعا كده ايه هو الالقيل. الالقيل ده بيكون عبارة عن الكان فقدت منه اتش. بمعنى ايه؟ بمعنى انا مثلا عندي ميثان CH4. تمام، دي بيكون الكان. انا لو فقدت اتش من هنا وبقى CH3 بنقول عليها اسمها القيل، دي معنى القيل، وبنرمز لها بالرمز ار. تمام، ار اكس معناها كده ايه اللي هو اقول القيل معناها كربونه ماسكه فيها اكس اللي هو الهالوجين اللي هو الهاليد اللي هو فلور كلور بروميد. هو حتى هو مفسرها لك هنا، قال لك لقيت انا كربونه ماسكه فيها كلور يبقى اسمها هالو الكان. طب بالنسبه للالكحول نمسح ونكتب. قال لك بالنسبه للي هو بيكون الالكحول هنا بيكون عباره عن زي ما قلنا مين؟ ار قلنا اللي هي كأنها كربونه ماسكه فيها او اتش اهو زي ما احنا شايفين. كل حاجه جايب لك الفانكشنال جروب بتاعتها ومثال عليها. طيب الإيثر عبارة عن ذرة أكسجين ماسكة فيها كربونتين. تمام، ذرة أكسجين هي ماسكة فيها كربونة من هنا وكربونة من هنا بالشكل ده. تمام تمام. طيب نخش بقى على الجزئية اللي بعديها هنا اللي هو الألدهيد. ايه هو بقى الألدهيد؟ عبارة عن سي دبل بوند او اتش. تمام، طب الكيتون سي دبل بوند او بس. تمام، ايا كان بقى ماسك فيها مين مجموعة القيل او هكذا زي كده. سي دبل بوند او ده كيتون، طب سي دبل بوند او اتش ده الدهيد. طب الكربوكسيليك اسيد عبارة عن ايه؟ COOH اهو COOH. دي كده بعرفك ايه هو بقى الفانكشنال جروب. دي الاساسيات اللي احنا هنشتغل عليها بعد كده. انا بعد كده ممكن اقول لك ايه هو بقى الاستر او هو الايثر ما تعرفش. تمام، الحاجات دي بقى الاساسيات اللي انت هتعتمد عليها بعد كده. الاستر زي مين؟ زي الايثر. ايه الفرق؟ او مش هنقول زي الايثر، الاستر هنقول عليه زي الكربوكسيليك اسيد. تمام، كربوكسيليك اسيد كنا بنقول عليه COOH صح كده. طب الاستر هي نقول COO بس بدل الاتش دي ماسكه فيها مجموعه مين؟ القيل. تمام يا باشا تمام. اهو مجموعه الالقيل دي اللي هي مين؟ زي CH3 وهكذا، والسي دبل بوند اهي COO. طب والامين عبارة عن كربونة ماسكة فيها NH2. طب انت عندك هنا بقى بالنسبة كلمة representation، عايز اعمل representation للستراكشرال فورمولا بتاع الاورجانيك كومباوند. نفسر كل كلمة. انا هنا بيقولك الاستراكشر فورمولا يعني المركب اللي هو عطوني او الصيغة الجزئية اللي هو عطاني، عايز اعمل لها representation. كلمة represent جاية من ايه؟ presentation، عايز اقدم، عايز اعمل ايه؟ اعرض المركب اللي عندي. اعرضه ازاي؟ اعرض ابدأ مثلا ايه؟ هو عطيني وليكن المركب ده عطوني كده على بعضه CH، هنجمع على بعضه CH4O. تمام، يعني ايه بقى ببدأ اعمل له ريبريزنتيشن بثلاث طرق، حاجة اسمها داش وحاجة اسمها كوندنست وحاجة اسمها مين؟ بوندلاين. تعالوا نفسر كل كلمة. كلمة داش معناها بيقول لك المركب اللي عندي CH4 ده معناها بيقول لك ايه؟ افرد لي المركب. يعني ايه افرد المركب؟ يعني افرد طلع كل ايه اللي هو كل بتاع ده كل كربون او كل عنصر كل اتوم خليها لوحدها. بمعنى شوف انا عندي كام كربون؟ عندي كربون واحده. طب عندي كام ايه؟ كام اتش؟ 4. ما تنساش ان الاتش لازما في واحده ماسكه، ما طالما الاول واحده يبقى في كده تبقى ماسكه فيها اتش. تمام، هي الاو اتش بتاعتها هيتبقى كام اتش؟ هيتبقى 3 اتش اللي هو 1 2 3 عشان ما نقعدش نرسم تاني. تمام، دي شكل الداش. الداش اي مركب يقول لك اعمل لي ريبريزنتيشن من خلال مثلا الداش، هتقول له الداش دي اللي انا بفرد المركب. مثلا لو قال لك عندي 3 كربونات هتعمل له كده 3 كربونات، وهنشوف دلوقتي. قال لك مثلا عندي 10 اتش ويبقى مظبطها بقى. ما تنساش ان كل كربونه زي ما احنا شايفين في الكربونة دي
نغير هنا عشان تشوفوها كويس. ما تنساش الكربونة زي كده، اللي هي الكربونة دي عاملة كام بوند؟ 4 بوند اهي. تمام، يعني مثلا انا ماسكة باتش هنا وماسكة باتش هنا وماسكة باتش هنا، ما تنساش اللي هي ماسكة مع الكربونة هنا، يبقى تعمل 3 روابط تانية غير الرابطة اللي هي عاملاها مع الكربونة. طب بالنسبة للكربونة دي حلها انت، ماسكة بوند هنا مع الكربونة دي وبوند هنا مع الكربونة دي، يبقى كده هتعمل 2 بوند بره، ايا كان بقى اتش او القيل ايا كان. تمام، يبقى الداش معناها ان انا ببدأ افرد المركب بتاعي. مثال عليه اللي هو عندي الميثانول. طب كلمة كوندنسد، كلمة كوندنسد معناها مكثف. يعني ايه بقى كلمة مكثف؟ معناها بمسك الداش اللي انا فرد ده، امسك اجمع شوية الحاجات اللي هم شبه بعض، اجمعهم على بعض. يعني هنا عندي كام كربونة؟ كربونة واحدة. عندي كام اتش لوحدها؟ 3 اتش سي اتش 3. طب عندي كام او اتش اهي؟ دي كده شكل الكوندنسد. تمام، خايف يكون الشكل كده متوهكم مش شايفين حاجه، نمسح ونكتب تاني. بالنسبه كلمه بوند لاين، كلمه بوند لاين معناها اللي انا هبدا ارسم اللي هو الفورمال، الشكل بتاعه والاستراكشر بتاعي، ابدا في شكل مين؟ ارسمه في شكل رموز، في شكل ايه؟ خطوط. وكل خط كده او كل فاصل كده، يعني مثلا انا عملت كده اهو، النقطه دي كده معناها كربون، مكانها كربون، ومعناها يا اما بتنتهي يا اما بكربون كده، او حسب المركب اللي عندي، او ممكن تكون اتش. يبقى نهاية الخط ممكن يكون كربون وممكن يكون اتش. فانا عندي المركب ده عايز امثله، عايز ارسمه. احنا عندنا سي، السي دي معناها مين؟ نقطة اهي، صح كده؟ هو فاهمك، هو دي كده سي، دي نقطة. طب قال لك السي دي ماسكة في ايه؟ ماسكة في او اتش، الاو اتش هي. طب وماسكة في ايه تاني؟ ماسكة في هنا في 3 اتش. فالمكان ده بيعبر عن 3 مين؟ اتش، والمكان ده بيعبر عن الاو اتش. اللي عايز اعرفه لك ان الكربون مش بتترسم، الكربون مش بتتكتب، هي بتعبر عنها بخط. طب ممكن حد يقول لي لا انت ما بتعبرش عنها بكده مثلا، والاو اتش هنا والسي، طب ما السي هنا انت مش مبين انه طالع منها او في حاجة رابطة فيها. تمام، فهفهمك الكلام ده دلوقتي. في ناس ممكن تقول لك طب يا عم ما انت هنا ممكن قلت ممكن تكون اتش، ما انا او ممكن تكون كربونه بس. لا، ما عبرش عن الاتش انها حاجه طايره، لا، ممكن يبقى المكان اللي هو اخره كده النقطه دي ممكن يا كربون يا اتش. تعالوا نوضح اكتر في المثال ده. انا اعطيني هو مثال هو، قال لك مثلا وليكن هو ده المركب، بس المركب ده كوندنسيت، هيدولك هو مجمع على بعض. بمعنى ممكن يدولك كده، يقولك سي 2 مثلا، انا اتش معايا اتش 6 او. تمام، يعني ايه بقى الكلام ده؟ سي 2 اتش 6. وده يجيلك سؤال مثلا في الامتحان ويقول لك ممكن يجيبوا لك اختياري انه الداش بتاعه. طب انا اعرفها ازاي؟ هتقول له انا هفرد كده مين اللي هو المركب كربونه. عندي كام كربون؟ عندي كربونتين. ما تنساش طالما اقول وحدها اللي هو هنا الوحدة دي بيدل على شكل الإيثر. طب أنا عرفت ازاي ايه هو شكل الإيثر؟ أنا نسيت، اللي هو الأو بينها جاز كربونات. طب تعالوا نعرف كده، أنا عندي 6 اتش صح؟ أنا قلت لك سي 2 اتش 6 أو. طب أنا هنعبر أو هنعرف أصل إن أنت مش بتقول عندها اتش وخلاص. طب هنعرف ازاي؟ تعالوا نوزعها. أنت عندك الكربونة دي ماسكة بوند هنا مع الأو، هتعمل كام اتش؟ 3 اتش صح كده؟ واحنا عارفين الأكسجين تكافؤ ثنائي، فعمل رابطة هنا. نوضح لك هنا أكتر، عامل رابطة هنا، عمل رابطة هنا وعمل رابطة هنا صح؟ يبقى كده الدبل بوند بتاعته. طب والكربونة دي عاملة رابطة هنا، يبقى بقى ناقصها 3. لو جمعت كده 3 يبقى انا عندي هنا 3 وهنا 3 اتش وهنا مين؟ ويبقى كده سي 2 اتش 6. وده المركب اللي انا عملت له داش صح كده؟ صح. طب انا عايز اعمل له كوندنسيت. كوندنسيت معناها هبدا اجمع كل حاجه على بعضيها، مش هجمعها بالصوره اللي هو عطاني دي، لا، بمعنى اللي انا اشوف هنا عندي كام اتش، عندي 3 اتش، اجمعهم هم كده خلصت منه. عندي كام كربونه؟ كربونه واحده اهي. ببدا اقلل الحجم، اقلل الشكل بتاعه، خليها في شكل ايه كده سيمبل، شكل بسيط كده. تمام، بس مش بعمل كوندنسيت لدرجه اللي انا اجمع كل حاجه على بعضيها. يعني هنا مش هتقول لك انا عندي كام كربونه، لا، يبقى عندي 2 كربون. عندي كام اتش؟ عندي 6 اتش. عندي كام اهو. يبقى اللي انت عملته انت رجعت للشكل اللي هو عطولك. هنا عايز يصغر الشكل ده، بدل 3 اتش مفروضين يخليهم سي اتش 3 اهو. والكربون اهي وماسكه كام واحده، وماسكه هنا الجنب التاني، بتاخدها جنب جنب بمعنى اصح. طب انا عايز ارسم بقى اللي هو البوند ليه. احنا قلنا دي شكل يسر الاو، او الحاجات المميزه لازم دي تكون مكتوبه. تمام، وطلع كده، طلع كده معناها هنا كربون وهنا كربون. يبقى كده دي بيعبر عن البوند ليه. لا ما تقعدش بقى تقول دي ايه، هنا دي مفهومة. انا دي الكربونة ماسكة بوند والكربونة دي ماسكة بوند، والاكسجين اصلا بتعمل دبل بوند. طب فين بقى مكان الاتش؟ مكان الاتش معروف هنا بديهي ازاي؟ معروف ان الكربون هنا عاملة مين؟ عاملة بوند واحدة مع الاو، يبقى اكيد بديهي كده ان عاملة ايه؟ بوند مع عاملة 3 اتش مع الكربونة صح كده؟ طب ودي عاملة اتش، عاملة بوند واحدة، يبقى كده في 3 بوند. ال3 بوند اللي هما مكان مين؟ ال3 اتش. لو جيت جمعت هتلاقي 3 هنا و3 هنا، يبقى ال6 اتش فعلا. فاهمين؟
فاهمين. لو في حاجة مش فاهمينها سيبوها في الكومنتات تحت وهوضحها لكم اكتر وارد عليكم في التعليقات. تمام. طب هنا بقى دي سؤال اهو، يعني نحله سريعا كده بسرعة. C4H10 هتقول له انا عندي كام كربون؟ عندي 4 كربونات اهم. ال4 كربونات اهم. عندي كام هنا بقى؟ ايه، ما عنديش لا او ولا اي حاجة، عندي كله اتشات. طب هنا الكربونة دي عاملة بوند واحدة، يبقى كده هتعمل لي هنا كام؟ نوضح لك هنا بلون تاني عشان تشوف. هنا هتعمل كام؟ 3H، 3 روابط، صح؟ صح. طب الكربونة دي عاملة ايه؟ عاملة هنا بوند مع دي وبوند مع دي، فهتعمل كام؟ هتعمل 2H. تمام تمام. طب والكربونة دي عاملة 2 بوند، يبقى هتعمل اتش واتش، اتش اهي واتش اهي. طب الكربونة دي عاملة بوند واحدة، فهتعمل 3 مين اتش. دي الشكل الداش بتاعها. تمام. طب هو اصلا مش طالب منك الداش، طالب منك الكوندنست والبوند لاين بس. تمام تمام جدا. طب انت عندك هنا لو جمعتهم هتلاقي انا عندي فعلا، نجمع بحاجة تاني، جمعتهم هنا هتلاقي هنا 3H واتنين يبقى كده 5 واتنين يبقى كده 7 و3H يبقى كده 10. هتقولي طب ما هو مش طالب مني الداش. انت اصلا شكل الداش لازم ترسمه عشان تطلع منه الكوندنست، ما تنفعش تقول له الكوندنست C4H10. امال هتعملها ازاي؟ انا قلت لك هتبدا تصغر الشكل. يعني بمعنى ايه؟ انا عندي هنا 3H3، بدل ما تقعد تعمل اهو، بدل ما عايز اقول لك CH3 بس عادي، خدها بالترتيب كده. وهنا ديل CH2 اهي، CH2 ماشي. وهنا جار اهي CH2 تاني اهي، CH2 اهي. طب وهنا CH3 لازم تكتب له الكوندنست بالصيغه دي. تمام. طب البوند لاين انا قلت لك عندي كام كربون؟ 4 كربون، كل كربون بعبر عنها بايه؟ بكربون. عندي كده مكان واحد ودي مكان اتنين. طب ودي مكان الكربونة التالتة ودي مكان الكربونة الرابعة، صح؟ احنا عارفين ان انا بعلم لك كده، انت مش هتعمل كده، انت في دماغك عشان تفهم كل واحدة كربونة. طب اما اضطر ان نرسم الاتش؟ لا، ليه؟ عشان انا لو وضحتها كده فعلا في ذهني بقى الكلام ده 4 كربون هنا اوضح لك اكتر. لو وضحت هنا وعملت كده، هو ده المفروض الشكل الصح. لو حطيت مكان كل واحدة الكربونة فعلا اللي هي المفروض تكون اللي هي مكانها، وقلت لقيت الكربونة دي عاملة هنا بوند واحدة، يبقى كده هنا عاملة 3، صح؟ 3H. مش محتاجين نكتب بقى عشان ما ناخدش وقت هنا. طب هنا طالع منها رابطة اهي ورابطة اهي، نكتب لك بلون تاني. يبقى كده اكيد بديهي طالع منها 2H هنا. طب الكربونة دي عاملة 2 بوند، يبقى ناقصها 2H، يبقى كده 2H. طب الكربونة دي عاملة بوند واحدة، يبقى ناقصها 3H. لو جيت جمعت هتلاقي ال10H بتاعتك. تمام كده؟ تمام. اعتقد كده ده النقطة واضحة هنا. طب هنا عندي حاجة اسمها اللي هو الالكترونيجاتيفتي، حاجة جديدة. الالكترونيجاتيفتي خدناها قبل كده، الرمز بتاعها اللي هو ان. الالكترونيجاتيفتي دي اللي هي السالبية الكهربية. يعني ايه السالبية الكهربية؟ معناها قدرة الذرة على جذب الالكترونات، نفس الكلام بالانجليزي ability atom to attract electron، قدرة الذرة انها تجذب الكترونات. طب بالنسبة لهنا شكل الجدول اللي انا عندي ده كده، لو هنبص افقي الليثيوم والبليوم والبي والسي والنيتروجين ايا كان، هنا لو بصيت هنا 1.6، 2.6، لو بصيت كده في الدورة هتلاقي اللي هو ايه السالبية الكهربية بتزيد وانت ماشي في الدورة بزيادة العدد الذري. من هنا من الشمال، ايدك الشمال اهي هنا كده لليمين، يبقى بيزيد من الشمال لليمين. طب بالنسبة للعمود 1/10، 9/10، يبقى كده بتقل في العمود من اعلى هو لاسفل. تعالوا نشوف هو ده السلايد اللي جاي. هنا بيقول لك الكلام سهل، بس ابدأ فسر الدنيا كده وسهل الدنيا على نفسك وهتلاقي الدنيا واضحة. ايا كان بقى مالناش دعوة ايه باللي بيشرح. فهنا الالكترونيجاتيفتي اللي هي السلبية الكهربية، هنا بيقول لك بتزيد في نفس الصف، بتزيد اهو زي ما قلنا في نفس اللي هو ايه الصف، او في نفس اللي هو الدورة. بتزيد بتزيد بزيادة العدد الذري من الشمال لليمين. تمام. طب بتقل في الفيرتيكال كولم، بتقل في العمود زي ما قلنا كده لو تفتكر، بتقل من اعلى لاسفل. تمام. والكلام ده في السلايد اللي فات. طيب الالكترونيجاتيف اليمنت، تعالوا نفهم الكلام بس كده مع بعض عشان الدنيا تبقى بسيطة. هنا الالكترونيجاتيف اليمنت انا بقول سلبية كهربية، معناها بتكلم عن الكترونات. كلمة الكترو يعني بتكلم عن الكترونات، اليمنت ثابتة. هتلاقي اللي بيتغير كلمة نيجاتيف وكلمة بوزيتيف. ايه الفرق؟ الكترونيجاتيف اليمنت معناها عندي الكترونات السلبية الكهربية عندها ايه؟ عندها الكترونات ايه؟ عندها الكترونات الكترونات السلبية عندها نيجاتيف معناها سالبة، معناها عندها الكترونات قليلة. تمام. معناها عندها الكترونات قليلة معناها هي ناقصها الكترونات، فعايزة تجيب الكترونات تانية زيادة عليها عشان تبدأ تكون الشكل المثالي بتاعها او التكافؤ بتاعها. يبقى بتبدأ تعمل ايه؟ جين، بتبدأ تكتسب، بتعمل اتاك، نفس المصطلح، تعمل اتاك، بتجيب الكترونات تانية، تبدأ اتراكت
برضو نفس الكلام، يبقى جين هي اتراكت، هي مين هي اتاكت. يعني انا من الاخر انا كده كده عايز مين؟ الكترونات. تمام. يبقى انا ببدا اجذب الكترونات ليه؟ عشان اكون كلمه اوكتت، لو ترجمت معناها الشكل المثالي او اللي هو المجموعه الثمانيه. تمام. عشان يكون ايه اللي هو اللي احنا عارفين اللي هو حاجات الاس والبي دي. الالكتروبوزيتيف اليمنت اللي هو الالكترونات هنا عندها السلبيه الكهربائيه بتاعتها عاليه، دي واحده معاها ايه يعني شبعان الكترونات، فهتبدا تدي للي مش معاه الكترونات، فهتبدا تفقد لوس، تفقد برضو الالكترونات دي زياده عندها، فمش معطيالها الشكل المثالي بتاع عشان تكون من الاوكتت اللي هو المجموعه الثمانيه بتاعتها. طب ايه هو بقى انواع اللي هو الكيميكال بوند؟ انواع كلمه كيميكال بوند اللي هي الروابط الكيميائيه. الروابط الكيميائيه احنا عارفينها كده بعيدا عن اللي هو العضويه، عارفين اللي هي في حاجه اسمها رابطه ايونيه ورابطه تساهميه. طب بيبدا بقى بيصنفها حسب ايه؟ ببدا اعرفها من خلال اللي هو الالكترونيجاتيفيتي اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، اللي هي السلبيه الكهربيه بين مين؟ بين عنصرين. ده بالربط احنا عرفنا اللي هي بتنقسم الايونيه والتساهميه. الرابطه الايونيه دي انا طبعا كل عنصر معروف السلبيه الكهربيه بتاعته، فالرابطه الايونيه دي احنا عارفين بتكون عباره عن ايه؟ حاجه ايه؟ حاجه موجب وحاجه سالب، او بعيدا عن كده كمان بيبقى عايز يقول لك اللي هو الاختلاف في السلبيه الكهربيه بتاعته اكبر من اتنين. طب انا اعرفها ازاي؟ قلنا كل عنصر مثال عليه الصوديوم كلوريد، انا عارف السلبيه الكهربيه مثلا بتاع الصوديوم مثلا وليكن يعني مثلا قلنا ايه دي مثلا وليكن 23، والسلبيه الكهربيه بتاع الكلور مثلا وليكن 1 و19 مثلا. عشان بتطرح السلبية الكهربية، انا مش عارف السلبية بقى هو بيعطيها لك، تطرح اللي هو القيمتين من بعض فيديك مثلا قيمة 3. طالما القيمة 3 دي اكبر من 2 يبقى دي كده الرابطة ايونية. يبقى بيحددوها من خلال مين؟ الفرق في اللي هو في مين؟ في الفرق في اللي هو الالكترونيجاتيفيتي. طب الرابطه اللي هو التساهميه، لا قالك ده احنا كمان التساهميه يا باشا عندنا لا احنا عاملين لها اعتبار شويه. ازاي بقسمها؟ مش اسمها تساهميه بس، حاجه اسمها تساهميه قطبيه بولر وتساهميه غير قطبيه. بمعنى قالك طب انا قلت لك اللي هو اكبر من 2 دي رابطه ايونيه، يبقى كده كل اللي تحت الاتنين دي رابطه تساهميه. تعالوا نصنفهم. قالك الحاجه النون بولر عندي من صفر لغايه نص، اللي يطلع قيمته من صفر لنص نقول عليها كوفيلنت نون بولر. طيب يبقى كده ازاي؟ يعني انت قلت صفر، خلي بالك الكلمة دي مهمة جدا، بدل ما يجي لك سؤال ويقول لك حدد لي الرابطه دي كوفيلنت نون بولر ولا بولر، لا سهله جدا. ازاي؟ كلمه صفر معناها اللي انا بطرح قيمتين من بعض هيدوني ايه؟ صفر. معناها بطرح ذرتين نفس بعض نفس الرقم. يعني لو جاب لي اللي هو ذرتين كربونه وكربونه، بروم وبروم، اتش واتش، او اي حاجه شبه بعض، معناها انا ايا كان رقم عفريت يعني ناقص عفريت هيديك مين؟ صفر. انا بطرح حاجتين من بعض نفس الرقم هيديك صفر. يبقى اي كربونتين او اي مركب تشوفه فيه زي بعض كده يبقى ده كده بيكون ايه؟ بيكون الناتج طرحهم هيديني صفر، اللي هو من صفر بقى 1/10، 2/10، 3/10، 4/10، 5/10، كل ده نون بولر. طب البولر لما طرحهم هيدوني اصغر من 2. علمها مع نفسك كده، معناها من 6/10 لغاية 1 مثلا و9/10. هو ما تشغلش بالك عشان واحد كان قدك كده يقعد يقول طب والاتنين، يعني انت الواحد بياخد على اتجاه موازي تاني خالص، يقول لي الاتنين. طب يا عم انت مالك؟ هو مش هيوقف لك الدنيا كلها ويجي يجيب لك الاتنين هنا؟ الاتنين طبعا ما طالما هنا قال لك اكبر من 2 بس هنا كمان بيقول لك اصغر من 2، معناها الاتنين دي مش هيجيبها لك اصلا. تمام. فتقعدش بقى تربك دماغك، لا. طب والاتنين كده ما طب نجيبها لو طرحت الاتنين من بعض يطلع ايه؟ فسيبك من الحاجات دي بقى. المهم هنا البولر لما تطرح دي امثله عليها، لو عرفت السلبيه الكهربائيه بتاع كل واحد وطرحتهم هيديك من 6/10 ل1 و9/10، دي كده كوفيلنت بولر. نخش بقى على النقطه اللي بعديها، حاجة اسمها هايبردايزيشن، معناها ايه؟ التهجين. يعني ايه بقى التهجين لذرة الكربون؟ عندي 3 حاجات، حاجة اسمها sp3، وعندي حاجة اسمها sp2، وعندي حاجة اسمها اس بي. مبدئيا كده عشان الخص لك السهرية كلها، الاس بي 3 معناه فيها مين؟ فيها 3 صح؟ دي بتحصل في الالكان، خدها عكس كده، هي ماشي عكس. الالكان دي اللي هي كنا بنقول عليها مين؟ سنجل ايه؟ اللي هي سنجل بوند. طيب اس بي 2 لا دي هتمشي زي ما هي، دي 100 فيها اللي مع مين؟ مع اللي فيها دبل بوند اللي هو الالكين. طيب الاس بي اللي هي المفروض احاديه تمشي مع السنجل بوند، لا دي هتمشي مع اللي هو مين؟ الالكين اللي فيها تريبل بوند. ده مختصر الكلام.
تعالوا نوضح اكتر. انا قلت لك الاس بي 3 هايبريدايزيشن بتمشي مع اللي هو الالكان اللي بتكون فيها سنجل بوند، زي مين؟ الميثان اللي هي الكربون عامله لي 4 روابط سيجما مع مين؟ مع الاتش اللي حواليها. طب ايه بقى الشكل بتاعها في الفراغ؟ تتراهيدرال. لو شفتها هتلاقي شكل مين؟ عامل شكل رباعي الشكل، والبوند انجل بتاعتها بتكون 109.5. ده الكلام اللي مكتوب وده الشكل الفراغي بتاعها. طب الاس بي 2 قال لك الاس بي 2 احنا قلنا بتمشي مع مين؟ مع الالكين زي اللي هو الايثيلين. طب الشكل بتاع اي بقى مثال غير كده؟ انت تعرف اي حاجه الكين معناها فيها دبل بوند، دي بيكون اس بي 2، تعرفها من الاتنين بتاعتها دي. تمام. والشكل بتاعها في الفراغ بيكون شكل بلانر كده، البوند انجل بتاعتها بتكون 120. تمام. طيب انت عندك بقى هنا الاس بي بتمشي مع مين؟ قلنا مع التريبل بوند اللي هو الاسيتايلين. عندي هنا بيكون في تريبل بوند معناها جاي من اللي هو الالقين. تمام. طب واللي هو الشكل بتاعها بيكون لينير اهو زي ما انت شايف شكل كده خطي اهو، والبوند انجل بتاعتها بتكون 180 اهو، حتى لو قست الزاوية هنا هتلاقيها 180، نفس الكلام لو قست هنا هتلاقيها 120 وهكذا. عايزين نخلص هنا بقى، ده مثال اهو. قال لك حدد الاوربيتال هايبريدايزيشن بتاع الكربونات، هتشوف تمسك الكربونه ماسكه معاها دبل بوند يبقى دي كده اس بي 2. طب ماسكه مع الكربونه دي ودي سنجل بوند، او ماسكه مع الاتش بسنجل بوند كده، دي بيكون ايه معناها؟ دي كده بيكون الكان. الالكان مش هتمشي مع الواحد، هتمشي مع التلاتة. طب التريبل بوند هتمشي مع مين؟ مع الواحد. سهل على نفسك، اس بي كده. مظبوط مظبوط جدا. طب هنا الاس سي دبل بوند او دي فيها دبل بوند يبقى اس بي 2، اتنين يبقى 2 بوند. طب في واحدة يبقى 3 اس بي 3 كده على طول. يبقى هنا هنخش على النقطة اللي بعديها. عندي حاجة اسمها اللي هو الالكترونيك فاكتور. ايه العوامل الالكترونية اللي هي بتأثر على اللي هو التفاعلات الكيميائية، الكيميكال رياكشن؟ عندي حاجتين، حاجة اسمها اندكتيف افكت وحاجة اسمها ميزوميريك افكت. تعالوا نتكلم عن الاندكتيف افكت، بنرمز لها بالرمز اي بناء على كلمة اندكتيف اولها اي. طب خلاصة الكلام بالنسبة للاندكتيف والميزوميريك عشان في ناس بتتوه فيها، هفهمها لك وركز معايا جدا. كلمة اندكتيف معناها بتعتمد على ديسبليزمنت، كله ده بنتكلم عن الكترونات، معناها ان انا ببدأ استبدل الالكترون. طب انا اللي بيخليني اودي يعني كلمة استبدل الالكترون معناها انا خلي بالك انا بتكلم عن مركبات عضوية معناها فيها كربون، ماسكة مع مين بقى؟ ماسكة مع اي حاجة، ماسكة مع اكس. الاكس ده مش قصدي بيه حاجة معينة، مش قصدي بيه هالوجين، قصدي بيه أي حاجة، أي عنصر، فلور، كلور، أي مش عارف هيدروجين، ماسكة في معاها أي حاجة. الإكس دي أو أعبر عنها بمصطلح هنا زي ما كاتبهولك اسمه الجي، دي بنقول عليه اسمه السبستيتيوانت. السبستيتيوانت هو ده اللي هنتكلم عليه وهنحدد هو ده الاندكتيف افكت. معناها كلمة ديسبليسمنت، أنا أبدأ دي عندها إلكترونات الكربونة والجي عندها إلكترونات، فببدأ استبدل الإلكترونات. بستبدلها بناء عليه، بستبدلها بناء ان انا بشوف مثلا ان الكربونه دي عندها الكترونات كتيره، فبتدي مثلا للجي عندها نقص في الالكترونات. طب لو الجي هي اللي عندها نقص عندها الكترونات كتيره فهتدي للكربونه، وهكذا. دي الفكره كلها. تعالوا نشوف الكلام ده بقى. يبقى بفكرة الالكترون ديسبليسمنت انا ببدأ استبدل الالكترونات بسبب اختلاف دي في اللي هو في الالكترونيجاتيفيتي. خلي بالك الاي ان عشان هنا ما تقعدش تقول لي انرجي وتخترع كلام من عندك. بسبب الاختلاف في السلبية الكهربية بين الكربونة والجي. الجي دي اي رقم، خلي بالك. وبقول لك هنا بين مين بقى؟ بين السيجما بوند. عايزك تركز وتفتح ايه دماغك كده شويه معايا. سيجما بوند معناها كده رابطة سنجل بوند، صح كده؟ صح يا باشا. معناها ايه بقى الكلام ده؟ معناها بتحصل في الالكان. طب هما مين الالكان؟ عشان ده هتجي في السلايد الجاي. الالكان دي اللي هو الحاجات اللي هو الانظمه السيستم اللي هي الساتيوريتد تقريبا، اللي هو الساتيوريتد، وهنعرفها في السلايد اللي جاي لو غلط يعني. هتبقى في الانظمه. تعالوا نشوفها. هتحصل هنا اهو اللي قلنا الاندكتيف بتحصل في الانظمه اللي هو الساتيوريتد اللي هي المشبعه اللي هي اللي زي الالكان، انساتيوريتد اللي هي فيها دبل بوند زي الالكين. تمام. نرجع تاني. هنا هنتكلم بقى الاندكتيف افكت. قلنا هنا الاندكتيف افكت انا ببدا استبدل الالكترون. انا عندي بين الكربونه مثلا. نكمل عشان نلحق بقى نروح نصلي بقى. نشوف بقى هنا الاندكتيف افكت قلنا ايه؟ اللي هو بين كربونه وبين مين؟ وبين جي. طب الكربون الجي دي بقى قلنا اي حاجه. هنا انا خلي بالك كل كلامي وكل تركيزي على السبستيتيوانت اللي احنا بنقول عليه جي ده هنشوف عنده نقص في الالكترونات ولا عنده زياده في الالكترونات. يبقى ابدا استبدل الالكترونات نتيجه الاختلاف في الالكترونيجاتيفيتي في السلبيه الكهربائيه بين الكربونه والجي من خلال قلنا سيجما بوند. اعرف سيجما بوند معناها سنجل بوند، معناها الكان، معناها كده بتحصل في الساتيوريتد. عشان دي كده هيقول لك الفرق بين الاندكتيف والميزوميريك. اول حاجه
عرفناها عن الاندكتيف بتحصل في السيجما بوند، بتحصل في الحاجات مثال عليها الالكان، بتحصل في الساتيوريتد سيستم الانظمه المشبعه اللي هي الالكان. طب خلي بالك دي مشتركة بين الاندكتيف والميزوميريك، بتعمل لي استقطاب بولاريزيشن، والبولاريزيشن بيكون نوعه دائم بيرمننت مش مؤقت في الجزء، تمام. والتأثير بتاعه بيقولك بيبدأ يقل بتاع الاندكتيف عشان بيبدأ اللي هو بيمشي في اتجاه بعيد عن السبستيتيوانت عن الجي، كل ما يمشي بعيد عن اللي هو الجي كده مشي بعيد عنه فبيبدأ مين ديكريز، بيبدأ يقل. طب الاندكتيف بقى بيبدأ اقسمها لحاجتين، نيجاتيف اندكتيف افكت وبوزيتيف اندكتيف افكت. معناه ايه بقى الكلام ده ركز معايا هتلاقيه سهل جدا والله. بقول لك كلمة بوزيتيف ونيجاتيف، انا قلت لك كل شغل مين على الجي. تعال نشوف مثال هنا واضح جدا وصريح. CH2 ال اي السي اللي هي ايه، CH2 اللي هي السي، تمام. ايا كان ماسك فيها اتش بقى، كل الاتشات ماليش دعوه بيها. ال اي دي هنا اللي هي بتكون الجي سبستيتيوانت. طب هنا والسي اتش 2 دي ماسك فيها مين، ماسك فيها اكس اللي هي برضو الجي. تعالوا بقى نشوف انا امتى اقول عليها نيجاتيف وامتى اقول عليها بوزيتيف. قلت لك كل شغلي على مين، على اللي هو الجي او الاكس دي. قال لك نيجاتيف معناها اللي انا عندي الالكترونات هنا قليله في الجي، فانا عندي الكترونات قليله، فانا عايز الكترونات من اللي جاري، الاتش. فالاتش لما تبدا تدي الكترونات للاكس، الاكس قلت لك كل شغل على الاكس، عندي نقص في الالكترونات، فهبدا اجذب، اعمل اتراكت، اجيب الالكترونات اللي على مين، اللي على السي. هو ده الكلام اللي مكتوب اهو، الكترون ديسبيسمنت، ببدا اجذب الالكترونات توورد اتجاه مين، اتجاه السبستيتيوانت اللي هو الجي بتاعي، اتجاه الاكس اللي عندي اللي هو دي، تمام. تعالوا نوضح تاني. يبقى كده انا دي عندي نقص في الالكترونات، فببدا اخد الالكترونات من على مين، اتجاه مين الجي، ببدا اخدها من على الكربونه. فطب انا بقعد اسحب من ايه، مش انا كده بسحب الالكترونات اللي عليها، بيسموني مجموعه ساحبه، او اللي هو الكترون ويزدرونج جروب، يعني الذره دي بتسحب الالكترونات من عليها. مثيل عليها بقى من نيجاتيف، قلنا نيجاتيف اندكتيف افكت معناها اي ذره مكان اللي هو الاكس دي ما طالما نيجاتيف عندها نقص في الالكترونات، دي ذره اصلا سالبه اللي هي بتسحب الالكترونات السالبه، معناها عندها نقص في الالكترونات زي الفلور مش شحنتها -1، والكلور والبروم واليود مجموعة اللي هو الهالوجينات، والاو اتش مجموعتها -1، والان اتش 2 والان او 2 والسي او اتش. خلي بالك الامثله دي لازم تحفظها. ليه لازم احفظها؟ ممكن يقول لك اذكر لي مثال على الالكترون سترونج جروب. خلي بالك السطر دي لوحده اصلا يعني انت ذاكرته كويس هيفيدك في كل حاجه. بمعنى بعد كده لما الاقي كلمه مجموعه او اتش يا باشا، طب المفروض تبقى انت اصلا تبقى مظبطها في دماغك دي يا باشا، نيجاتيف اندكتيف افكت، يعني هتسال عليها دي تطلعها كده. السي او اتش اللي معناها ايه، نيجاتيف اندكتيف افكت. فانت انا حفظت الكم مثال ده اشهر امثله كده، انت هتبقى مية مية قدام، تمام. تمام. ده خلاص يعني الجنب ده خلص، تمام. البوزيتيف اندكتيف افكت قلت لك كل شغل على مين، على اللي هو الجي اللي هو هنا حاليا الليثيوم. الليثيوم احنا عارفين اللي هو ايه، شحنته موجبه، معناها عنده الكترونات كتيره، فهيبدا يدي مين للي مش عنده مين دلوقتي، اللي اتفقر مين اللي هي الكربونه، هتبدا تديها الكترونات، فبيسموني الكترون دونيتنج جروب. واي ذره زي الليثيوم بوزيتيف اللي هو مثلا الكيل جروب اللي هو الليثيوم، الام جي سي دي اللي هو سي دي اللي هو الكادميوم، ام جي اللي هو المغنيسيوم، ده اللي بيكون الكترون دونيتنج جروب. احفظ الامثله اللي عليك عشان ممكن ابسط حاجه يقول لك يجي لك ام سي كيو من ايه هو مثال على الالكترون دونيتنج جروب، مغنيسيوم ليثيوم كادميوم او اتش. لا او اتش نفس الكلام، على يقول لك ايه مثال على الالكترون دونيتنج جروب، او اتش ولا فلور ولا ليثيوم، لا ليثيوم. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ هي دي يعني انا ببدا استبدل الالكترونات، الكترون ديسبليسمنت اوي فروم، بعيدا عن الجي. يعني ايه بعيدا عن الجي؟ معناها الجي هنا اللي هي الليثيوم عندها الكترونات كتيره، فتبدا تمشي بعيد عنها، معناها بتروح تدي اللي هو مين، للكربونه، تمام. يبقى الجي معناها بتعمل ايه، دونيت الكترون، بتدي الكترونات كده. اعتقد الدنيا واضحه جدا. طب هنا هقول لك ايه تاني، خليك طبعا عارف ان هنا بقول لك اكيد في الليثيوم طالما هنا بوزيتيف يبقى الكربون هنا نيجاتيف، نفس العكس هنا، الكربون هنا هي اللي كان معاها الكترونات فكانت بوزيتيف، واللي هو المركب هنا هو اللي كان شحنته سالبه زي قلنا الفلور والكلور والبروم واليود. بس كده تمام. هنا بقى خلي بالك برضو اللي انا قلت لك هنا. يبقى كده يا شباب خلوا بالكم، احنا قلنا ان كلمة اندكتيف معناها ديسبليسمنت، معناها ببدأ استبدل، عشان هنا في فرق بينها وبين الميزوميريك، تمام. الميزوميريك هنا بيكون بعمل مين، بعمل ريديستريبيوشن، ببدأ اعيد توزيع الالكترونات، بمعنى ان انا بحط الكترون في كل الكترون في المكان المناسب بتاعه، بعمله دي لوكاليزيشن. كلمة لوكال جاية من المكان، ماشي، انا بحطه في المكان المناسب بتاعه،
تمام. قلنا دي بيحصل في مين؟ في الانساتيوريتد. هناك كنا بنقول بتحصل في الساتيوريتد اللي هي بتكون سيجما بوند، هنا انساتيوريتد مثال عليها هنا بتكون مين؟ الالكين. ودي بيعرفني اللي هنا بيكون في سنج في دبل بوند، او اللي هو بيحصل باي بوند. باي بوند معناها دبل بوند، دي نفس الكلام. طب ليه انا بعمل دي الفرق بينه قصدي وبين الاندكتيف؟ ليه؟ عشان يخلي المركب الاستراكشر بتاعي مور ستيبل. طيب هنا هناخد بقى مثالين يوضح لي ايه الفرق بين اللي هو النيجاتيف ميزوميريك افكت والبوزيتيف ميزوميريك افكت. قلنا بيحصل طبعا لازما عشان يحصل ميزوميريك لازما يكون في ايه؟ دبل بوند عندي اهو. يعني هنا اي مركب تلاقي فيه دبل بوند استبعد الاندكتيف افكت، اي مركب تلاقي فيه سنجل بوند استبعد الميزوميريك افكت. يعني هنا عندي دبل بوند يبقى كده هنا فيها مين؟ فيها اندكتيف. خلي بالك المركب ممكن يكون فيه ميزوميريك كده عادي، وممكن يكون فيه سنجل هنا بوند مع اي كربون اندكتيف وميزوميريك. يعني ايه؟ ركز كده وفتح دماغك شويه كده هتلاقي الدنيا واضحه جدا وسهله اهو. يبقى هنا نيجاتيف معناها هنا قلنا كل شغلنا على مين؟ على اللي هو الرمز اللي جار الاو، اللي هو هنا الاو. طب والاو احنا عارفين اللي هي سالبه، معناها سالبه. كلمه اي حاجه اشوفها بقى سالبه معناها عندها نقص في الالكترونات، فهتبدا تاخد من مين؟ من الكربونه اللي عندها مين؟ الكترونات كتيره. هنا هتبدا تعمل هم بينهم كام اصلا ماسكين في كام في كام بوند؟ في 2 بوند. فالكربون هتقول لها خلاص يا ستي انت ناقص، عندك نقص الكترونات، انت فقيره وانا غنيه، هبدا اكسر البوند عشان خاطرك اللي بيناتنا هنا، وانت تاخدي رمز سالب وانا اخد رمز مين؟ موجب. تمام كده. يبقى هنا المين اللي كان عنده نقص في الالكترونات الاو، احنا كل شغلنا على الاو يبقى اسمها نيجاتيف ميزوميريك افكت. بوزيتيف ميزوميريك افكت معناها انا عندي الرمز اللي عندي هنا هو اللي ايه؟ هو اللي عنده الكترونات كتيره، فبيبدا يدي للكربونه. كل شغلنا هنا على الميزوميريك اللي انا عندي دبل بوند بكسرها وابدا، مش بقولك الريديستريبيوشن بعد توزيعها. بعد توزيعها ازاي؟ ان انا ببدا اكسر البوند اللي عندي وابدا ابنيها في مكان تاني. تمام، هي دي الفكره، سهله جدا سهله. طيب الميزوميريك خلي بالك اسمه ريزونانس برضه. لو قلت لك ام هي ار يبقى بوزيتيف ام هي بوزيتيف ار. تمام يبقى كده بعمل بولاريزيشن، ببدا اعمله ترانزميتد، ببدا انقله من خلال الباي الكترون. انا عندي 2 الكترون. طب ودي بيكون زي الاندكتيف بيبدا يخضع له مين؟ قلنا البيرمننت بولاريزيشن. زي ما قلنا هناك النقطه دي ثابته لو تفتكر، هي مشتركه بيناتهم، بيحصل استقطاب مين؟ دائم. هنا بقى الاندكتيف والميزوميريك افكت. الاندكتيف بنرمز ليه بالرمز مين؟ اي، واللي هو الميزوميريك بنرمز ليه بالرمز ام. هنا الاندكتيف عرفنا اللي بيحصل في الالكان اللي هو في المركبات المشبعه الساتيوريتد بيحصل من خلال سيجما بوند، او اكتب كده سنجل بوند معناها ربط احاديه. تمام، علمها كده. طب الميزوميريك بيحصل في الانساتيوريتد المجموعات اللي هي غير مشبعه زي اللي هو الالكين، ممكن ما تلاقيش دبل بوند، ممكن تلاقي تريبل، ما دي انساتيوريتد. تمام، وتبدا يشمل الالكترونات بتبدا تنقلها من خلال باي بوند او ده او اللي هو دبل بوند. تمام كده. طيب هنا انواع اللي هو البوند كليفج، انواع اللي هو كسر الرابط. كسر الرابطه لو انا عندي مركب مثلا اسمه اي بي، انا عايز اكسر البوند الرابطه بتاعتها دي، كل مركب يروح لحاله، الاي تاخد النقطه البوند اللي عليها والبي تاخد البوند اللي عليها. لو كل واحده خدت بوند زي التانية اللي عليها دي اسمه انقسام متساوي. تمام، او اللي هو وكل اتوم بتطلع بنسميها اسمها فري راديكال، حاجه نيوترال، حاجه كده ايه اللي هي متعادله الشحنه، كل واحد خد حقه، كل واحد خد البوند بتاعته، كل واحد خد الالكترونات بتاعته. كده مفيش ظلم، مفيش هنا ايه، مفيش اللي هو ايه، كل حاجه خدت بالتساوي، كده اسمها هوموليتيك. يبقى انا عندي 2 كلور عشان هنا مركبين زي بعض، فبدل ما نقول كلور زائد كلور قلنا 2 كلور. والبوند دي كل واحده واخده البوند بتاعتها، سي اتش 3 والسي اللي كسرت الرابطه اللي هنا، كل واحده خدت البوند بتاعتها بالتساوي، اسمها مين؟ اسمها هوموليتيك. هوموليتيك معناها ايه؟ انقسام بالتساوي. والناتج اللي هيطلع اسمه فري راديكال، بينتج عن الهيموليتيك كليفج، ودي بيكون الكتريكالي بالنسبه كشحنه بيكون نيوترال متعادل، وليه هايلي رياكتيف سبيشيز. وده بيحصل مين؟ ليه شرطين عشان يحصل يا اما في ضوء شمس يا اما محتاج حراره عاليه. طب اللي هو الهيتيروليتيك انقسام بقى ايه؟ غير متساوي. انقسام اللي هو ايه؟ اللي هو ده بقى ايه؟ اللي هو الظلم. يعني ايه ظالم بقى؟ الانقسام ده ظالم ازاي؟ اللي هو انا ببدا انا عندي اي بي دي رابط، عايز اكسر البوند بتاعتها، المفروض الاي تاخد نقطه تاخد بوند والبي تاخد البوند بتاعتها، لا في بقى ذرة
كده ايه، ذرة مش عارف اجيبها لك ازاي، ذرة كده او زي ما قلنا ظالمة. يعني ايه ظلم؟ ذرة كده انانية. لا خليها انانية احسن. انانية بتبدأ تاخد الاتنين بوند تبعها لايه، هتاخد الاتنين بوند تبعها، بتاخدها بناء على ايه؟ بناء اللي عندها نقص في الالكترونات، فالرابطة التانية او اللي هو الاتوم التانية اتبرعت لها بيها، فاللي اتبرعت بيها كده دي اسمها قطين موجب. وهنسميها كمان شوية حاجة كده اللي هو ايه، خلي بالك بالقطين دلوقتي. طب والذرة اللي خدت الاتنين بوند الانانية دي كده ذرة سالبة، هي عندها نقص في الإلكترونات فبنسميها أناين. يبقى الأناين اللي هي الذرة اللي عندها نقص في الإلكترونات وبتكون شحنتها سالبة. القطين هقولك شحنته ايه؟ شحنته موجبة عشان هو اللي اتبرع بالإلكترونات. بس يا سيدي اهو، يبقى كده هنا قلنا مين. طب انا لو هتكلم عن اناين وقطين بالنسبه للكربون، يبقى نقول عليها حاجه اسمها كربو قطين وكربو اناين. يبقى كربو قطين انا كل شغل على الكربون، القطين معناها موجب، معناها عندي هنا من غير ما اقرا الكلام ده كله اللي كاتبه، معناها شحنته موجبه، معناها هو عنده الكترونات كتير فيبدا يتبرع بقى للي عنده نقص في الالكترونات اللي ماسك فيه مثلا. او بيقول لك بوزيتيف تشارج شحنته موجبه. الكربون دي بتكون فيها الكترونات كتيره، 6 الكترونات في 3 كوفيلنت بوند. دي بتكون قال لك هنا اصلا بتكون اس بي 2 معناها هنا بتكون فيها دبل بوند اللي هو الالكين، معناها دي مواصفات الالكين اس بي 2 والزاويه 120 والشكل بتاعه بلانر. صح كده؟ صح. طب إيه، خلي بالك هي بتكون بوزيتيف، مثال على البوزيتيف اندكتيف افكت، هو اللي كان عنده الكربونه هنا عندها الكترونات كتير، هتبدا تدي للالقيل اللي حواليها اللي عنده نقص. خلي بالك ده بقى سؤال امتحان وشهير جدا وبيجي على طول. يجي لك كده يقول لك قسم لي، يجيب لك شويه مركبات كده، معنى المركبات دي كربونه ماسكه فيها 3 القيل، صح كده؟ واللي هو المفروض الكربونه عامله 4 روابط، عامله 3 مجموعات مع 3 بوند مع الالقيل، 3 مجموعات القيل. وهنا البوزيتيف دي اللي هي الاتشاية مثلا، او اللي هي دي رابطة برضو كده عاملة الاربع ايه بوند بتاعتها. فهنا الكربون عندي اللي ماسكه اللي معاها 3 مجموعات القيل، هنا بيقول لك بتكون ستيبل عن المجموعة، عن اللي هو اللي فيها مجموعتين القيل، ستيبل عن المجموعة، هنا دي غلطة هتبقى اتش، عن المجموعة اللي فيها مجموعة القيل واحدة، ستيبل عن اللي ما فيهاش اي القيل. يعني ايه هي بقى مجموعة الالقيل دي، او اللي انا بعرفها ازاي؟ قال لك لو فيها 3 مجموعات القيل بنقول عليها تيرشري. بتبص على اي حاجة ماسكة فيها الكربون غير الاتش، ماسكة في مجموعتين القيل بنقول عليها سكندري، ماسكة في مجموعة واحدة القيل بنقول عليها مين؟ برايمري، مش ماسكة في اي حاجة خالص، يعني دي ايه؟ مجموعة القيل عادية ار. تمام. يبقى كده يقول لك صنف لي المركبات دي حسب اللي هو الكربوكتين معناها الكربونة بوزيتيف هنا، صح. طب اقسمها زي بتشوف اللي حواليها 3 مجموعات القيل، الترشري اكبر من السكندري اللي فيها مجموعتين القيل، اكبر من البرايمري، اكبر من اللي ما فيهاش خالص اللي مجموعة القيل لوحدها. يبقى هنا الميثيل هي ايه؟ قال لك مثال ايه؟ كربوقتين. انا بقسم حسب الكربوقتين، هنا دي بتكون اقلهم من ستيبل. عكس الكلام بقى في الكربونين، هنا بيكون قال لك انترميديت، احنا عرفنا اللي هو بيكون يحمل شحنه سالبه، الاستابيليتي بتاعته بتمشي ازاي؟ اللي هو الالقيل اكبر من اللي هو برايمري، البرايمري قلنا اللي هو فيه مجموعه القيل واحده وثلاثه اتش، خلي بالك ركز، اللي هو البرايمري اكبر من السكندري والسكندري اكبر من التيرشري. طب الفري راديكال قلنا كان بينتج عن القطين، يبقى شحنته هتبقى زي الكربوقتين، وده بيكون انترميديت بيحمل قلنا ايه؟ الكترون نيوترال او اود، الكترون مفرد كده، واخد الالكترون بتاعته وخلاص. طيب هنا بقى ده الشكل اللي هو الكربوقتين، او هو ده هيجيلك مثال بالشكل ده بالظبط. المركب ده هنا CH3 ما حواليش اي مجموعة القيل، دي كده مجموعة مثال عادية. طب هنا حواليه مجموعة القيل واحدة، هتحل بالشكل ده، يبقى كده ده برايمري. طب حواليه كام مجموعة القيل؟ ايا كان بقى الالقيل دي معناها CH3، معناها مثلا يبقى كلهم CH3، معناها مثلا بروم. تمام. اي حاجة غير الاتش حواليها مجموعتين يبقى دي اسمه سكندري. تصنفوا من الاول برايمري ولا سكندري؟ ده اول خطوة في الحالة دي. حواليها 3 مجموعات القيل ما فيهاش اي اتش يبقى دي ترشري. عايز اصنف هنا حسب مين؟ حسب اللي هو الكربوقتين اهو، عشان ما بجيبش من دماغي، انا ما بجيبش ايه من دماغي. هنا هو كاتب لك اهو كربوقتين، صح كده؟ يبقى حسب الكربوقتين احنا قلنا اللي هو الترشري هنا اكبر اهو، علامة اكبر، يعني هنا معناها كده الترشري اكبر من السكندري، اكبر من البرايمري، اكبر من الميثايل. لو حلتها من هنا معناها الميثايل اصغر من البرايمري، هي نفس الكلام. هو بيقول لك اهو حتى اعمل لك رمز، هنا بيكون مور ستيبل للاستابيليتي وهنا اللي اقل ستيبل. اخر سلايد بقى نتكلم عنها عشان نخلص ننهي الحوار، ننهي محاضرة الانترودكشن.
انواع الكيميكال ريجنت اللي هو بيكون عندي حاجتين، حاجه اسمها الكتروفيلك وحاجه اسمها النيوكليوفيلك. النيوكليوفيلك هنا الاصطداد بتاعه محذوف، فركزوا معايا الالكتروفيلك وايه وهطبق الكلام عكسه في اللي هو في الايه في النيوكليوفيلك. مبدئيا الكتروفيلك بيرمزوا لها بالرمز كده، وكلمه نيوكليوفيلك بيرمزوا لها بالرمز ده، ماشي، اللي هو النيوكليوفيلك. طيب الالكتروفيلك عشان اول حرف، والنيوكليوفيلك اللي هو نفس الكلام ايا كان. هنا الاستاذ عمل كده الان. وهنا اللي هو الالكتروفيلك قلنا مين اهو، ده الالكتروفيلك، وده بيكون مين النيوكليوفيلك. الكتروفيلك كلمة فيل معناها محب، كلمة الكترو معناها محب للالكترونات. معناها ايه بقى؟ انا بحب الالكترونات، معناها عندي الكترونات كتيرة، انا عندي الكترونات، من كتر الالكترونات اللي عندي انا عايز اصل للتكافؤ زي ما قلنا الاوكتت بتاعي، فهبدا ادي مين للي ما عندوش الكترونات. اللي ما عندوش الكترونات دي مين؟ اللي هو النيوكليوفيل. ده بيقول لك انا شحنتي سلبي يا عم، انا عندي نقص في الالكترونات، انا راجل فقير الكترونات وبكح تراب عايز الكترونات، فابدا مين؟ انا عندي نقص في الالكترونات. يبقى كده الالكتروفيل هيبدا يدي الكترونات. تمام؟ تمام ولا مش تمام؟ لا لحظة بقى، لحظة عشان احنا هنا كده شكلنا عكينا، لحظة معلش. هنا كده الالكتروفيل ركز معايا بيحب الالكترونات، عنده نقص في الالكترونات. اعكس بسرعة، اعكس وارجع تاني. هنا الالكتروفيل معناها انا بحب الالكترونات، بيتكلم عن الالكترونات، عندي نقص في الالكترونات، فهبدا اجيب من ايه؟ هبدا عايز الكترونات، هبدا اجذب الكترونات ناحيتي. من مين؟ من النيوكليوفيل. اللي هو النيوكليوفيل معناها محب للنيوكليول، اللي هو النيوكليوفيل ده معناها ايه؟ هو ده اللي عنده الكترونات كتيره، فهيبدا يدي. يبقى هيسلف الالكتروفيل، واللي هيدي النيوكليوفيل. تعالوا نشوف اللي قالك الالكتروفيل اهو بيبدا يجذب، اللي هو يعمل اتاك، بيهجم، بيبدأ جين بيكتسب، صح كده؟ خلي بالك، يبدأ يكتسب الكترون، يعمل اتراكت، بيجذب. التاك هي اتراكت، بيبدأ يجذب مين؟ اللي هو الجزيء اللي عنده الكترونات كتيرة، اللي هو من اللي هو الجزيء مين؟ اللي هو طبعا قلنا الالكتروفيل اللي هو ايا كان اكس ماسك مين؟ في الكربون. يبقى مين اللي ماسكه في الكربون؟ يبقى الكربون هنا هي اللي غنية، هي اللي الكثافة الالكترونية بتاعتها عالية، هاي الكترون دينسيتي. ما طالما انا عندي نقص في الالكترونات في الحالة دي بسميه كربونين. يبقى ربط الالكتروفيل هو اللي عايز الالكترونات، بيبدأ يعمل اتاك، بيبدأ يكتسب، بيبدأ يعمل اتراكت، يجذب الالكترونات ناحيته من ناحية اللي هو ياخدهم من الكربونة. وبنسمي الالكتروفيل في الحالة دي اسمها كربونين. معنى كده اللي انا عندي نقص في الالكترونات، معناها السالبية اللي هو ايه؟ كان زي كنا بنقول عليه هنا الشحنة بتاعته سالبة، اللي هو كان زي اللي هو مثال عليه هنا بتكون الألمنيوم كلوريد والفر كلوريد. وهنا مثال عليه اللي هو الحاجات اللي هي بتكون ايه؟ زي هنا الكتروفيل شحنته هنا موجبة، فمثال عليه الحاجات اللي هو بوزيتيف تشارج، زي اللي هو الاتش جاي من الاسيد، او اللي هو الان او 2، او اللي هو الكربوكاتين، تمام، او اللي هو الان او، واللي هو مثال على الحاجات اللي هو النيوترال مولكيولات اللي هو بيكون اللي هو الاوربيتال بتاعه فيكانت. فهنا اللي عايزك تعرفه كده مختصر الكلام، الالكتروفيل هنا بيكون شحنته موجبة. مثال على الحاجات اللي هي بوزيتيف زي الاسيد، بيبدأ عنده نقص في الالكترونات، فيبدأ يجذب، بيبقى يستقبل، يعمل اكسبت، يستقبل الكترونات من على الكربونة. عكس الكلام بقى طبقه عندك في النيوكليوفيل، عنده الكترونات كتيرة، فبيبدأ يديها مين؟ اللي جاره من اللي جاره اللي هو الكربون. هنا بيبدأ يعمل ايه؟ بيكون بنسمي النيوكليوفيل كربوكاتين. كده احنا خلصنا المحاضرة، واتمنى تكونوا استفدتوا. ولو ليك اي كومنت سيبه في الكومنتات تحت، واحنا هنرد على حضراتكم ان شاء الله. وما تنسوش اللي عايز يشترك في الكورس هيظهر قدامك الرقم دلوقتي، هتبعت لنا على الواتس، او هتلاقي لو انت مشترك في قناة التليجرام هسيبها لك في صندوق الوصف في الديسكريبشن تحت. خش عليه وهتلاقي النهارده ان شاء الله هنزل لكم تفاصيل الكورس، وهرفع لكم المحاضرة النهارده بإذن الله. واتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.